ايه اللي مشترك بين مدمن هيروين وواحد بيبص في موبايله 8 ساعات في اليوم؟ كتاب للكاتب ربع عصام جرام يوسف. خلاني أفكر في السؤال ده. ربع جرام هي رواية بتحكي عن واحد اتدمر بالإدمان وحياته اتهدت تماما، بس اللي لفت نظري هنا مش قصة المخدرات. اللي لفت نظري هو إن الكتاب ده وضح لي حاجات كتير هنشوفها مع بعض. الإدمان مش بس هيروين وحبوب، أي حاجة إحنا بنعملها وعارفين إنها بتضرنا وبنفضل برضو نعملها، ده اسمه إدمان. زي الموبايل، السوشيال ميديا، تسويف، الأكل وانت مش جعان، كلها أشكال من الإدمان، بس محدش اتكلم عنها بالجدية دي. وانا لما قرأت الكتاب قلت لنفسي أنا كام ساعة في يومي بعملها وعارفة إن هي مش مفيدة وبفضل أعملها. البطل في الكتاب ده عدى بأصعب حاجة ممكن إنسان يعدي بيها، فقد كل حاجة، أهله، أصحابه، حياته، فقد نفسه، ومع ذلك حاول يرجع، مش لأن الطريق كان سهل، لأ، لأنه قرر يحاول. ربنا لما بيكتب لحد إنه يقوم هيقوم مهما كانت الصعوبات، وده اللي وقفني فعلا، إن محدش بيحاول ويجيب صفر. الصفر الوحيد هو إنك ما تحاولش أصلا. أنا شايفة إن ده مش كتاب عن الإدمان بس، ده كتاب عن كل واحد فينا بيحارب حاجة من جواه ومش قادر يتكلم عنها. وده يفكرني إن التغيير مش محتاج ظروف مثالية، التغيير محتاج قرار. ولو بتحب القراءة وبتدور على كتاب يخليك تفكر، صدقني ربع جرام للكاتب عصام يوسف مش هيخليك تحس بالراحة، هيخليك تحس بحاجة أهم، وهي إنه هيخليك تفكر. اكتبلي في الكومنتس أو اكتبيلي في الكومنتس ايه الحاجة اللي انتوا عارفين انها بتضركم وبتفضلوا تعملوها. قولولي في الكومنتس وسبسكرايب لو عاوزين تكملوا رحلة القراءة معايا كل أسبوع كتاب جديد. Thanks for watching.